بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في بالم هيلز، في جزئية دلوقتي هنتكلم فيها من اخطر الاخطاء اللي بتحصل في تصميم وتنفيذ الحدائق المنزلية. الجزئية اللي هنتكلم فيها دلوقتي يا جماعة دي للأسف الشديد نركز فيها لما نيجي نخطط حديقة منزلية، ألا وهي لما باجي أزرع نبات، لما باجي أزرع عندي نبات، للأسف الشديد البعض كله عايز يشوف المسطح كله أخضر مرة واحدة. يعني أنا عايز أزرع وأشوف المكان ده كله كده مخضر مرة واحدة، ونتفاجئ بعد كده بعد أسبوع اتنين، شهر اتنين، إن النباتات كلها دخلت في بعضيها. النباتات دخلت في بعضيها بالطريقة دي، يعني تكون حشرات، الحشرات تستخبى تحت يبقى هكافح أكتر. النبات دخل في بعضه يبقى هألم أكتر، أو هضطر إن أنا أزيل من النباتات دي. ده نتيجة إيه؟ نتيجة إنك أنت لما بتيجي تخطط حديقة منزلية عايز تشوف المسطح ده أخضر فجائي، ما بنعملش الحساب المستقبلي للنبات ده. ما بعملش الحساب المستقبلي للنبات ده هيكون حجمه قد إيه. مثال بسيط، أنا هحط دورانتا ببرقاشة مثلا، أو دورانتا ليموني، أو أي نباتات تحديد. النباتات دي بيبقى ليها حجم معين بتوصل له بعد فترة معينة، بيبقى ليها حجم معين بتوصل له بعد فترة معينة. يبقى أنا لازم لما أخطط أعمل الحساب المستقبلي للنبات ده هيبقى بعد قد إيه، هيوصل لقد إيه بعد قد إيه. مثال بسيط، إن أنا هحط مثلا في الطبيعي 3 في المتر، هم دول اللي بعد كده هيغطوا لي بدون ما أقعد أقلم كتير وبدون ما أشيل من النباتات دي، لأن قلمت كتير، رشيت حشر كتير نتيجة تواجد الحشرات كتيرة تحت السطح السفلي للنبات، أو انتزعت من الزرع ده وخفيت من الزرع ده في المستقبل. في كلا الحالات دي كلها طالعة من جيبك، كلها تكلفة مادية يا جماعة، كلها تكلفة مادية. شلت زرعة يبقى أنت دفعت تمن زراعتها، دفعت تمن تشيلها، إلى جانب الأثر النفسي اللي بيبقى عند الكل. يقول لك أنا بزعل لما بشيل زرعة، طبيعي. يبقى لما نيجي نخطط نعمل الحساب المستقبلي للزرع اللي عندي، كل زرعة ليها محيطها قد ايه وهتوصل في قد ايه، عشان ما احطش زرع وكتر زرع وخلاص. طيب الجزئية الثانية اللي بيسقط فيها الجميع برضو في تخطيط الحدائق المنزلية، اللي هي الطبيعة المناخية لكل نبات. الطبيعة المناخية لكل نبات، ما اجيش على حاجة زي مسك الليل خلاص واحطها في شمس. يعني ده نبات مسك الليل، ما ينفعش اجي احط مسك الليل في حته فيها شمس، النبات هيتشعوط، لان هو نبات نصف ظل. نصف ظل يعني عايز شمس حنينه، واحنا بنتكلم على شمس الصيف مش شمس الشتاء. شمس الشتاء بطبيعتها حنينه، يبقى النبات عايز ايه؟ نصف ظل، يعني عايز شمس حنينه مش عايز شمس شديده. ما اجيش على نبات زي الدراسينا او الكولدارين الحمراء دي واحطها برضو في شمس، هتتشعوط لان هو نبات نصف ظل. ما اجيش على الورد واحطه في ظل كامل، برضو هيتبهدل عندي. جميل. ما اجيش على الفل واحطه في ظل. الفل نبات ايه؟ نبات شمس. الفل نبات ايه؟ نبات شمس، يبقى لازم احطه في شمس مباشرة عشان يظهر عندي كويس، وهكذا. يبقى احنا لازم لما نيجي نخطط نراعي الامور الفنية اللي احنا ذكرناها. حجم النبات هيوصل عندي قد كده، حجمه قد كده، بعد فترة قد كده. ما كربش النباتات فوق بعضها. للأسف إنك ممكن تتعرض لأن صاحب المشتل نفسه اللي أنت مكلفه بالتنفيذ يكربس لك النباتات عشان يعد عليك فلوس. نخلي بالنا من الجزئية دي يا جماعة، كويس جدا جدا جدا. وتحياتي لكم جميعا.